في الفيديو ده خلينا نتكلم على شخصية عربية في دي سي كوميكس، وهي شخصية دي جي ان. هي شخصية ظهرت في قصص التين تايتن ريبيرث سنة 2018، واللي بنعرف عنها ان هي المفروض جنية عربية عندها ماضي غامض وقدرات سحرية قوية جدا. اسمها الحقيقي عيسى او ايسا، لكنها بتستخدم اسم دي جي ان، وده لما انضمت لفريق التين تايتنز. القصة بتاعتها أو خلفيتها بنعرف إن دي جي إن كانت جنية قوية جدا محبوسة داخل خاتم سحري لقرون طويلة، وخلال فترة أسرها تم استغلالها من مستخدمين مختلفين للخاتم، وبعضهم كمان استخدمها لأغراض شريرة. في النهاية قدرت تتحرر جزئيا وانضمت لفريق التين تايتنز الجديد بقيادة ديميان وين روبن. فهي عندها قدرات على تحقيق الأمنيات، لكنها بتكون مقيدة بشروط معينة. بتستخدم كمان سحر قوي قادر على تغيير الواقع واستدعاء كائنات سحرية وتحويل الأعداء لرماد. فهي بقى كمان بتقدر تتحول لدخان وتنتقل بين الأماكن بسرعة كبيرة جدا. عندها كمان معرفة واسعة بالسحر العربي وبتستخدمه في المعارك بتاعتها. فبالرغم إنها جنية قوية عندها جانب حساس وإنساني جدا، وبنعرف إن هي عندها مبدأ أخلاقي قوي وبتكره استغلال الناس ليها بسبب السحر بتاعها. فأبرز ظهورها في الكوميكس كان في التين تايتنز من 2018 ل 2020، وكمان هي شخصية تعتبر واحدة من المحاولات القليلة من دي سي لتمثيل الشخصيات العربية بطريقة جديدة بعيد عن الكليشيهات المعتادة. فظهورها في الكوميكس كان بيكون مميز جدا، وهي بتتميز بتصميم مختلف عن الشخصيات التقليدية في التين تايتنز. شكلها بيعكس أصولها الجنية والعربية، ودي أبرز ملامحها في القصص. بشرة بنفسجية فاتحة بتديها مظهر غامض وسحري، وده بيعبر عن كونها جنية. عيون متوهجة بدون بؤبؤ، ده بيزود مظهرها الغامض. عندها كمان شعر كثيف اسود بيكون مربوط جزئيا او بيطير كمان بحريه، غير اساور ذهبيه ضخمه اللي بتكون على ايديها وهي مرتبطه بسحرها. كمان بتكون لابسه زي مستوحي من الملابس العربيه التقليديه، غير كمان قدراتها السحريه بتظهر لون ازرق متوهج، وبتتحول كمان لدخان وهي بتستخدم القوه بتاعتها. فهي بقى لما بتستخدم السحر بيظهر حوالين ايديها هاله زرقاء متوهجه، واحيانا بتحول لنوع من الدخان او الطيف. عندها طيران وسرعة خارقة، وغالبا بتتحرك على شكل دخان أو ظل. غير كمان لما بتتكلم عن سحرها أو ماضيها المشاهد بتاخد طابع ألف ليلة وليلة بأسلوب قصصي غامض. فإجمالا تصميمها كان واحد من أكتر التصاميم الفريدة في فريق التين تايتنز، وبيجمع بين الهوية العربية والجنية بطريقة ملفتة للنظر. فقليل جدا لما نسمع في يوم من الأيام على إن في شخصية عربية في دي سي كوميكس وعندها قدرات بالشكل ده. ولكن من عارف يمكن مع قصص جديدة في الكوميكس للتين تايتنز نشوف ان هما بيقدموها مرة تانية وبيدوا لها وقت اكبر في الكوميكس.